ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض غرزة الباك. هي يعتبر من اسهل واحلى الغرز اللي ممكن تتعلميها. اول حاجه هعملها ان انا اشد القماش على الطار كويس جدا، ولازم تعمليها زي الطبل كده تحسي ان هو مشدود كويس. تمام. بنراعي هنا نقطه ان لو انتي القماش بتاعك له وشين وانتي هتطرزي على وش معين، ان احنا بنعكس القماش. تمام. انا بس عاملاها كده علشان اقدر اشف على التليفون. هاحط التليفون طبعًا، هاعلّي الإضاءة على آخر حاجة خالص، بحيث إن تكون الإضاءة شديدة، وهابدأ إن أنا أشِف. هالاقي هي مش واضحة أوي في الكاميرا هنا، بس هي كانت واضحة جدًا قدّامي على القماش يعني. بيبقى واضح فأنتِ بتشفّيه. وزي ما قُلت لِك راعي إن إحنا بنقلب القماشة بعد كده. أول حاجة بقى الخيط طبعًا بيكون 6 فتلات، في بعض الأنواع بتبقى 5 بس هو في العموم بيبقى أغلبه 6. أنا هاشتغل بس على 2، وسمك الخيط حسب ما أنتِ عايزة أو حسب الغرزة ما أنتِ عايزاها. كل ما تزوّدي عدد الخيط كل ما هيدّيكِ غرزة آآ كبيرة أو واضحة أكتر. لكن لو عايزة حاجة بسيطة اللي هو زي خط القلم كده، فأنتِ بتشتغلي على فتلتين بس مش أكتر. دلوقتي هاقلب القماش علشان الحرف بتاع الطارة ما يضايقنيش وأنا باطرّز. وبرضه وأنا باطرّز لازم أشد القماش كويس جدًا، خصوصًا لو طارة. لو منديل كاتب كتاب مش تشديه أوي علشان ما يعملش اختلاف يعني بعد ما بتشيليه من على الطارة. لكن لو طارة ثابتة بتشدي القماش كويس. دلوقتي هابدأ مع الغرزة. الغرزة عاملة زي غرزة السراجة العادية، كل اللي فيها إن أنتِ بتدخلي من مكان وترجعي له تاني، وبتعملي غرز ضيّقة جدًا على قد ما تقدري. على قد ما تقدري دوّقي الغرز بتاعتِك علشان الكيرفات اللي موجودة في الرسمة نفسها تكون متحددة كويس. ده في حالة إن في كيرف، أو لو في خط بقى مستقيم اللي هو هتشتغلي straight، لأ اعملي ممكن توسّعي ساعتها الغرز شوية لو حاسة إن أنتِ يعني زهقانة شوية، فأنتِ ممكن تمديها لو الحاجة مستقيمة. لكن لو مش مستقيمة ما يُفضّلش إنِّك تعمليها، وهتمشي غرز صغيّرة جدًا عشان تظهري الكيرف بتاعها. هاستمر بقى بنفس الطريقة ديّة لحد ما أخلّص. طبعًا إحنا بناخدها يعتبر خط واحد. ما تحاوليش إنِّك تطوّلي الفتلة أوي علشان ما تلعبكش معاكِ. إنِّك تلضمي كل شوية فتلة جديدة ويكون أفضل من إن أنتِ كل شوية الفتلة تعقد معاكِ وأنتِ بتشتغلي. ده بيكون شكلها. هنا كده خلاص تمام كده خلصت بغرزة الباك. دي غرزة الباك البسيطة اللي هي المعروفة عند الكل. في بعض الحاجات بيكون الخط المتقطّع ده يعني إيه مش ألطف حاجة. ففي ناس بتحب إن هي تخفي الخط ده، فبتعمل إيه، بنعمل الحركة دي علشان نخلّيه عامل زي الخط الواحد أو الغرزة الواحدة، ما يكونش في شكل غرز مقطّعة كده جنب بعض. فإحنا بندخل بضهر الإبرة، باجيب ضهر الإبرة مش وشّها، وبابدأ إن أنا أدخل بيه تحت الغرزة وأشد الخيط وأدخل تحت الغرزة، ولازمًا اتجاه واحد يعني إيه عشان الخيط بس يلِف كده على بعضه. أتمنى إن تكون واضحة الحركة. هتوضح أكتر في قدّام، بس هننزل على الغرز الواسعة فهتبان أكتر فيها. شايفين هنا حرف الإبرة هانزل تحت الغرزة وتحت الغرزة تاني، وهابدأ إن أنا أشد الخيط بتاعي كويس. بيختلف تمامًا مع شكل الغرزة. شايفين فرق إن دي الجزء ده فيه غرز
متقطعة وواضحة إن هي متقطعة وواضح إن هي غرز، أما دي فالخيط لافف كده، ده في حالة إن انتِ عايزة تكتبي كلام ويكون واضح بيديكِ شكل حلو أوي، لو انتِ عايزة تظهري الكيرفات دي بتكون شكلها حلو، أتمنى تكون الغرزة واضحة وتكون عجبتكم.